كلنا سمعنا عن الخناقة الأخيرة اللي حصلت بين الطلاب الكويتيين في الإسكندرية. الكل مستغرب وبيسأل إزاي أنت كمصري مغترب في الكويت لازم تلتزم بقوانين البلد والتعليمات هناك، لكن لما الكويتيين يتخانقوا في مصر ولا تصرفاتهم تكون مخالفة ما ينفعش السلطات المصرية تتعامل معاهم كده. تفاصيل كتير كشفتها تحقيقات في واقعة الخناقة دي، تعالوا مع بعض نعرف إيه اللي حصل. في الوقت اللي المصري بيترحل من الكويت علشان خالف قانون، بيكون مصيره الغرامات والترحيل نهائي من الكويت، وبيطالبوا كمان المصريين بالالتزام. يجوا هنا مصر لا بيلتزموا بقوانين ولا بيحترموا اي تعليمات. الدليل على كلامي ده الخناقه اللي حصلت بين الكويتيين في الشارع. كمان الجمهور بيسأل ازاي عاوزين المغتربين يلتزموا عندكم وانتم عندنا بتخالفوا القوانين، والجمهور كمان بيسأل ازاي عايزين المغتربين يلتزموا عندكم وانتوا عندنا بتخالفوا القوانين. الحقيقة اللي عملوه الطلاب ده عكس اللي بيتقال خالص، وبسبب اللي عملوه خلى في حالة من الجدل بين المصريين هنا في مصر وفي الكويت. كمان الكل متفق على رأي واحد، اللي غلط يتعاقب وبالقانون. وكمان لما رجال الأمن تدخلت علشان تفض الخناقة دي، ده ما عجبش السلطات الكويتية. طيب كان المفروض التصرف معاهم ازاي؟ أكدت كمان الخارجية الكويتية في بيان لها متابعة الواقعة اللي حدثت بين عدد من الطلاب الكويتيين الدارسين في مدينة الإسكندرية في أحد المجمعات التجارية في المدينة، وإنه تم الإفراج عنهم تاني يوم. كمان نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي تواصل كمان مع السفير المصري في الكويت أسامة شلتوت علشان يشوفوا الإجراءات اللي قامت بها السلطات المصرية وإزاي يتم التعامل مع الطلبة بالطريقة دي. الخارجية الكويتية قالت إن السفير العتيبي طالب بسرعة قيام السلطات المصرية المعنية وبما يكفل حقوق الطلبة باتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية والتحقيق في هذه الواقعة تجاه الاعتداء ومحاسبة مرتكبيه. كمان اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة للتصرفات الفردية المرفوضة اللي ما بتعكسش رمزية العلاقات الأخوية بين دولة الكويت وجمهورية مصر الشقيقة. ده هيتم كمان من خلال متابعة الخارجية الكويتية مع السفير الكويتي في مصر. طيب ليه ده كان رد فعل الخارجية الكويتية؟ الحقيقة إنه لما وقعت الخناقة حصلت، الشرطة جالها بلاغ من مسؤولي أحد الأحياء في الإسكندرية إن في مشاجرة وتبادل للضرب بين عدد من طلاب الكويت داخل أحد المولات التجارية. بسرعة تحرك رجال الأمن لفض الخناقة دي، ولكن بسبب إن الخناقة دي كانت كبيرة ورجال الأمن فقدوا السيطرة عليها، اضطروا إنه يكون التعامل بشدة شوية وحولوهم كمان على نيابة سموحة. السفير الكويتي في مصر قال ساعتها إن السفارة عملت تحقيقات وبتتابع القضية. أكد كمان إنه هيحضر مسؤول من الملحقية الثقافية في السفارة الكويتية والمكتب الثقافي في الإسكندرية وكمان محامي للسفارة للتحقيقات مع الطلاب. لحظة وقوع الخناقة دي السفارة الكويتية أصدرت بيان وقالت حرصا من السفارة على الشباب دول وبعد الاتصالات مع جهات مصرية تم الإفراج على جميع الطلاب. الجمهور على السوشيال ميديا كان بين مؤيد ومعارض لقرار الإفراج عنهم، وقالوا اشمعنى المصريين في الكويت لو حد صدر منه اي تصرف مخالف لقوانين البلد دي بيصدر قرار ضده. وشفنا كتير ترحيل وغرامات، والبعض قال انها خناقة عادية وممكن تحصل مع اي حد، خاصة انهم شباب وطلاب لسه بيدرسوا وممكن مستقبلهم يضيع على كده. انتم بقى رأيكم ايه في قرار الافراج عن الطلبة الكويتيين اطراف الخناقة في الاسكندرية؟